السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في تحفيل التحفيل مع أحمد إسماعيل. ليه الأهلي حظه حظ عوالم؟ يعني طبعا معظم الجماهير المعادية للأهلي جماهير الفرق المنافسة. يعني أنا دايما بستغرب قصة الفرق المنافسة والكلمتين دول. فعليا مفيش منافس، يعني فدي هنركنها على جنب، يعني فهنقولها عادي. يعني جماهير المعادية للأهلي وجماهير المنافسة أو المنافسينة، يعني اختاروا انتوا اللي انتوا عايزينه من أي لفظ. يعني يقول لك تلتين حظ الدنيا للأهلي ومش عارف ايه وبتاع. هو فعلا الأهلي حظ عوالم، بس ما تيجي أقولها لك بشكل تاني، أقولها لك يا عم بصيغة حلوة، أقولها لك بطريقة كده لكل، يعني انت كمشجع تستوعبها شوية وتشوف فعلا ده كلام صح ولا غلط. قول لنفسك، هو ليه ربنا اصلا ما بيكرمكش؟ يعني ليه في المواقف المهمة ربنا ما يكرمكش؟ هو ليه ربنا بيكرم الاهلي؟ هو ده النطق الصحيح، يعني ان انت تنطقها صح. ان ليه ربنا بيكرم الاهلي؟ هو ربنا دايما واقف جنب الاهلي والاهلاوية. اولا ادارة سليمة ومحترمة ومهذبة، قواعد ومبادئ للنادي الأهلي، كلام بيمشي على الكبير والصغير وكل اللعيبة أيا كان نجم أو لسه طالع أو في نص حياته. التزام، مفيش خيانات، يعني مفيش، يعني احنا مثلا ما تلاقيش خيانات، ما تلاقيش إدارة بتتلصص كلام غير مباح، لعيبة الغلطان بيتحاسب، ومفيش كبير في النادي الأهلي. دي معروفة طول عمرها، الأهلي فوق الجميع. دي المقصود منها، مش الفرق اللي بره، احنا كده كده فوقيهم، ولكن الأهلي فوق الجميع، فوق النادي الأهلي شعاره، فوق إدارته، فوق لعيبته، فوق أي حد. مفيش حد بيكبر عن الأهلي طول عمرها من زمن الزمن. يعني علاء ميهوب وطاهر ابو زيد وحسام وابراهيم وعصام الحضري، ابراهيم السعيد، عتاوله. رضا عبعال جه اتكلم، كان لعيب فز ساعتها ورهيب في الملاعب، جه اتكلم اسلوبه مش طريقته مش متماشيه مع النادي الاهلي، اقعد. لغايه مؤخرا بورنو سافيو، اقعد. عبد القادر غرامه، شناوي غرامه، محمد عبد المنعم غرامه. فالاهلي ماشي بمبدأ الالتزام الكروي. بمعنى تاني، يعني هطول عليكم في الفيديو دوت، ان احنا ما تلاقيش النادي الاهلي بيصدر اشاعات وكلام معيوب على الانديه الاخرى. يعني انت ما تلاقيش ان احنا نقول حاجه مش موجوده في الفرقه. يعني انا لو بقدم شكوى او بطلع بيان او كجمهور بتكلم على الفريق المنافس او جمهوره، بقول حاجه بتحصل فعليا. يعني انتوا رئيسكم شتمكم، لعيبكم بيشتمكم، ايا كان، دي بتحصل فعلي. ممكن يكون في بعض منها بيحصل في النادي الاهلي، لعيب يشتم او حاجه تحصل، ولكن في عقاب وقتي. فانا مش هقول حاجه عليك او على الانديه الاخرى ما بتحصلش، ولكن تعالى بقى للمقابل، الانديه الاخرى والمنافسين ونادي الزمالك وبيراميدز والكلام دوت والاسماعيلي بيقولوا حاجات ما بتحصلش. هبتدي بالاسماعيلي عشان مواقفه قليله. لما بدا من زمان قصه ان الاهلي ما صادفوش ساعه الحرب، الاهلي كان مستضاف ساعتها ناديين او نادي او اتنين، يعني بس غالبا ناديين، فما كانش عنده مكان، فهو تلصص وافترى على الاهلي ان هو الاهلي نادي مش وطني وما احتواهوش والكلمه دي. طيب ده سريعا كده، وده اللي عمل العداء. الحاجه الاساسيه اللي طلعت اشاعه برضو ان الاهلي بيصفي الاسماعيلي من او اللعيبه الانديه، يعني وخصوصا الاسماعيلي، من اللعيبه كويسه ومش عارف ايه. طب ما يمكن الاهلي هو اللي كان بيصرف على الانديه اصلا، بالدليل ان في انديه كتير وقعت بسبب الفلوس. الاسماعيلي نفسه وقع بسبب فلوس. الاسماعيلي كان بياخد فلوس من الاهلي صفقات يجيب بيها لعيبه تانية ويقوم تاني واسمه الاسماعيلي، وكان منافس في الدوري وكان من بعد الاسماعيلي من بعد الاهلي ما شال ايده، الاسماعيلي بالشفا. الاسماعيلي دايما بقى في اخر الدوري واحتمال يهبط، ونتمنى على الله، يعني على الله التسهيل. فدي نقطه تانية.
طيب بيراميدز سريعا كده. بيراميدز نادي الطموح والمنافسه والغل والنسونه والشغل الكيد والكلام ده كله، وافترى على الاهلي مؤخرا بشويه بيانات، ان هو بيان اول مش عارف الانسحاب والاستثمارات. استثمارات ايه يا ابني انت؟ يعني بيراميدز ليه ربنا حتى ما كرمهوش في الكونفدراليه؟ يعني الكونفدراليه ليه هو ربنا حتى ما كرموش انه ياخد بطوله واحده؟ الكاس يا عم، كاس مصر، كاس مصر اللي احنا يعني كاس صفيح ده اللي واخدين منه 40 نسخه ده، يعني ليه ربنا ما كرموش بكاس؟ يعني بقى له 4 سنين ولا مش عارف قد ايه اسمه بيراميدز قبل ما يتطور ويبقى اجنبي يعني. ليه ربنا ما كرموش ببطوله؟ بطوله واحده تبين الطموح، تبين الاستثمار. استثمار ايه؟ استثمار ايه؟ انت يعني هفضل اقولها دي، انت ده فكره غسيل اموال. انت جاي تحط فلوس مليارات يعني راحت هباء. ولا بطوله ولا اعلان ولا اي حاجه. اعلانك الوحيد اللي لعيبتك بتطلع تكيد فيه، مفيش اعلان، بيطلعوا يصوروا بعض على السوشيال ميديا. فادي بيراميدز. فانت عندك الاسماعيلي افترى وربنا ما بيكرموش. الاهل البيراميدز افترى برضه، افترى يعني على الاهلي وربنا ما كرموش. تعال بقى للزمالك. طيب اولا عندك كم واقعه كده، يعني انا مش هحكي من قديم بقى زمان، بس يعني زمان مثلا ان من اكتر الحاجات اللي ربنا ما كرمكمش بيها ان عندكم رئيس نادي كان عضو في النادي الاهلي اتطرد بسبب سوء اخلاقه في النادي الاهلي وبقى رئيسكم، فده ابتلاء. ادي رقم واحد. رقم اتنين، الافتراءات والاكاذيب اللي دايما، يعني في المثل اللي بيقول ايه، يعني نفسي اقوله علني ولكن هقول ايه، عارف الشطرة تلهيك واللي فيها تجيبه فيك، هنقول الشطرة. فهو دايما عنده عيوب وعنده مشاكل، ونادي يعني منحط اخلاقيا، وبيحاول يجيب، هو مش قادر ينافس الاهلي ويوصل لمستواه، يعني هو مش قادر ينافس الاهلي ويوصل لنفس الليفل، فبالتالي بيعمل ايه؟ هو هنا فعايز ينزل الاهلي زيه بنفس الاكاذيب بنفس الالعاب. زي اديك كم مثال كده على السريع. القضيه مثلا انتوا قعدتوا تحلموا بيها وقعدتوا تقولوا شعارات قبلها بشهر وعندكوا ساسي تاج راسي ما تقلقش مش عارف ايه وبن قلبي ومصطفى محمد وانذارات ولا وكيد ومش عارف ايه، وفي الاخر انتوا ربنا ما كرمكمش. ما هو انتوا يعني هنا بقى كرم ربنا، يعني ليه انت مش اللي خدت البطوله؟ يعني وفي صفحات كتير مستخبيه للزمالك يعني بيولولوا فيها بسبب الموضوع دوت. طيب حاجه تانية، اديك مثال برضو لكرم ربنا سبحانه وتعالى. نفس المواقف اللي حصلت ما بين صن داونز والاهلي والهلال السوداني وكده حصلت مع الترجي في المجموعه، الترجي والزمالك الموسم اللي فات. والترجي وشبيب قبائل تقريبا اتأمروا على الزمالك ومشي الحال والزمالك خرج ومع السلامه. سبحان الله لما جت تحصل مع الاهلي صن داونز سايب الماتش. توتر لعيبه الهلال السوداني مش عارفه تجيب جون. توتر لعيبه الهلال السوداني خلت اطهر الطاهر يضيع ضربه جزاء في الدقيقه الاخيره تخرج الاهلي بره البطوله. طيب من كرم ربنا ان انت رحت تلعب في استاد محمد الخامس وكسبان 2-0 ويجي ضربة جزاء في نهاية الشوط الأول، ودي كانت ممكن تغير مجريات المباراة بشكل يعني مش طبيعي، سبحان الله تيجي في العارضة. كرم ربنا واقف جنب فرقة. هقول لك مثال بسيط قوي هي بتعمل ايه عشان كده ربنا بيكرمها. فطلعت بره في نفس الوقت اللي انت هتقابل فريق منافس الترجي يحصل شغب وضرب الجمهور والامن وموضوع كبير والماتش اتوقف تقريبا ساعه او حاجه كده، ما كنتش متابع لحظتها قوي. فغالبا هيبقى في عقوبات من الاتحاد، لا يلعبوا بره ارضهم لا اما يلعبوا من غير جمهور. كل ده كرم للاهلي. وعلى راي المذيع امبارح يعني سلطان السلاطين يعني يحكم باحكامه. ان جاتك الاهلي لا ياتي الفرصه الا مره واحده. فالزمان زمان وكبير افريقيا يعني بعبع افريقيا، فدي معروفه. ما تديش الاهلي اكتر من فرصه لان الفرصه التانية هيستغلها.
مش هيسيبها، وان شاء الله البطوله ال11 دي بتاعتنا باذن الله، وباذن الله باذن الله نقابل صن داونز ونقصيه في النهائي وناخد منه البطوله ان شاء الله على ارضه وسط جمهوره باذن الله. الاهلي قدها ويعملها، ده رقم نقطه تانية. فانت تيجي هنا ليه ربنا ما كرمكش الزمالك تحس كل المواقف؟ يعني انا كنت بتناقش مع صديق زملكاوي بقول له طب انت ما سالتش نفسك سؤال في مره، هو راجل محترم قوي يعني، بقول له ما سالتش نفسك سؤال انت ليه مش ما فكرتش هو ليه ربنا ما بيكرمكمش في المواقف المهمه؟ عشان بعض المواقف اللي قلت لكم عليها، انتوا يعني بتدعوا على الناس، على الاهلي حاجات ادعاءات غير صحيحه، انتوا بتحوروا. يعني مؤخرا طالع خالد الغندور بيقول ان لجنه الكوره او اللجنه المشكله من نادي الزمالك هي اللي اختارت المدرب بعد اول فوز اسطوره كالعاده، يعني جوب اسطوره، لما حلوه بيبقى اسطوره اي لاعب يعني اي مدرب. فاول ماتش بتاع سيراميك كسبوا بقى اسطوره، يعني هو بالنسبه لهم بقى حاجه واو، فاللجنه هي اللي جايباه. خالد الغندور باشا طلع فاصل رجع، كان عرضوا التقرير بتاع مرتضى منصور ان بيقول امير هو اللي جايب والحق الامير. فطبعا الراجل عدل بكلامه كالعاده فانتوا عايزين ايه يعني؟ ربنا يكرمكم ليه؟ طيب هديك مثال بقى اخير عشان اقفل الحلقه. ليه الاهلي حظ عوالم بكلامكم، ولكن هو الحقيقه ان ربنا بيكرمه ليه؟ مثال بسيط قوي. نهائي افريقيا 2020 نهائي القرن مع الزمالك، كان عندك قبلها في الدوري ماتش الانسحاب بتاع الاتوبيس بتاع العيال الصغيره اللي وقفت على الكوبري ونزلت بنزيمه تعمل بيبي. انت انسحبت وطلعت ادعيت والمطر وكدبت فانت ربنا يكرمك ازاي؟ فانت خسرت الماتش وخسرت البطوله عشان بطوله افريقيا اهم، ورجعت بعدها تقول الدوري اهم. انت كذاب، انت مزيف، فانت عمر ربنا ما يكرمك. ما هي دي، هو ده الكرم بتاع ربنا. تعالى في نفس الموسم المقابل الاهلي كان عنده ماتش مع بيراميدز، الماتش ده هيحدد مين التاني، يعني لا انت يعني الاهلي هيخلي لا بيراميدز التاني لا الزمالك التاني، ولكن الاهلي لعب بشرف ولعب مع بيراميدز، وغالبا الماتش ده طلع تعادل، وهنا الزمالك بقى التاني. يعني هو كان ممكن يكسب البطوله الجايه بس الاهلي ما عملهاش. الاهلي لعب بشرف اكنه ماتش عادي، اكنه فرقه عاديه بغض النظر عن مين المنافس، لان هو مش شايفك منافس. ده الاهلي اللي بيلعب بشرف، اللي بيلعب بجديه، اللي بيهتم كوره بس. عشان كده ربنا كرمنا، عشان كده الحمد لله هي مش حظ عوالم، ده كرم من ربنا. سلام.